السلام عليكم. ما تيجي نعمل النهارده حاجه بسيطه جدا للغدا؟ هنعمل شويه سندوتشات كده سجق بالعيش البلدي، احسن من بتاعه الشوارع وتحدي. وشوفوا الجمال والحلاوه، تحفه لذيذه جدا ومخدتش مني وقت وغدوه سريعه. يلا نبدا. عندي هنا طاسه سخنتها كويس او جريلا، سخنتها كويس ونزلت بشويه زيت صغيرين عشان طبعا السجق بيبقى كله دهون او معظمه دهون. انزل بقى بالسجق كده من غير ما اقطعه. تمام، نزلت بالسجق كله، اديله تشويحه حلو او تحميره حلوه زي ما انتوا شايفين كده، على نار عاليه طبعا. ما بياخدش سوا كده كده السجق. اديله تحميره من ناحيتين كده، خد لون حلو من جهه وقلبته على الجهه التانية. تمام زي ما انتوا شايفين كده، سهله جدا ووصفه سهله قوي قوي للسجق. كده قلبته على الناحيتين السجق زي ما انتوا شايفين. ابتدي بقى اقطعه وهو في الطاسه بالسكينه بالمقص زي ما انتوا شايفين. اشيله على البورد واحده واحده كده على البورد واقطعها وارجعها للطاسه تاني. الاسهل ليكوا والاحسن اعملوا. انا لقيت اسهل حاجه ان انا اقطعه بالمقص كده وهو في الطاسه. قطعته كده وبرضه اديته تشويحتين 3 كده مع بعضه. هنزل بقى بايه؟ بحته توم كده معتبره. تمام، عشان تديلها طعم وريحه حلوه. وسعت حته التوم كده في الطاسه. اقلبها كده مع السجق لحد ما تظهر ريحتها. انزل عليها بمعلقه من الصلصه او معجون الطماطم، وبرضو اقلبها كده وسط السجق، واخلط السجق بيها هي والطماطم. الريحه مش عارفه اوصفها لكم الصراحه، تحفه بجد بجد لذيذه. كده بقى انزل بقى بالخضار بتاعي، مقطعه طماطم مكعبات. طبعا الطماطم او كميه الطماطم حسب كميه السجق. ده كان نص كيلو سجق. حطيت عليه حوالي 3 طماطميات كده متوسطين. ابتدي بقى اقلب السجق كده مع الطماطم لحد ما الطماطم تدبل وتنزل الميه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. حلو قوي. هساعد الطماطم ان هي تنزل الميه بتاعتها او الصوص بتاعها. احط لها شويه ميه صغيرين مع التقليب طبعا على النار زي ما انتوا شايفين. الطماطم تعمل صوص كده. اقلب برضو كله مع بعضه. بعد كده هنزل باخر حاجه الفلفل الرومي والحامي، اللي تحبوا تحطوه حطوه. انا مش عايزه الفلفل يدبل، عشان كده بنحطه اخر حاجه. واللي بيحب السبايسي يكتر من السبايسي، هتديها طعم حلو. كده ما شاء الله السجق خلص وما خدش مني وقت تماما. يعني ينفع وانا جايه من الشغل كده تقلبتين للسجق ونعمل احلى سندوتشات للسجق. هنعمله في عيش بلدي زي ما قلت لكم، وهنعمله زي اللي في الشوارع بالظبط او جوه الشارع. هاتني رغيف كده لجوه، مش هقسمه نصين يعني، واحشيه بالسجق. وطبعا احنا بنعمل حاجه في بيتنا فنتوصى بالحشوه بتاعتنا. نضيف ولذيذ واحسن من بره بكتير. خلص كل السندوتشات. تمام، خلصت السندوتشات تماما اهو. حطيتها بقى في صينيه وابتدي بقى احط لها الطحينه. عايزين تحطوا الطحينه دلوقتي في السندوتش حطوه، عايزين تخلوا الطحينه جانبيه واللي يحب يحط طحينه زي ما هو عايز يحط. انا زوقتها كده او اديتها جزء من الطحينه، من صوص الطحينه. الطحينه عملتها في ازازه اللي هي بغطا دي. شايفين السندوتشات ما شاء الله جميله جنب شويه مخلل. غدوه لذيذه وسهله، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.